عسلامة ومرحبا بكم في قناتكم تونسية في إسبانيا كويزين أم محمد. نبدأ الفيديو متاعنا بالصلاة على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم إن شاء الله باش نعملوا مع بعضنا الملوخية التونسية، تجيكم بنينة وحلوة وعاقدة وقارة زيتها. تبعوني باش تعرفوا الأسرار هذم الكل وتجيكم ملوخية كما يحبها الخاطر. أول حاجة هوني خذيت 250 مليلتر زيت كما تحبوا، نباتي ولا زيت زيتونة، نحطوها في الطنجرة متاعنا على البارد وزدت عليهم 150 غرام البودر متاع الملوخيه. نحلو الملوخيه متاعنا في الزيت على البارد قبل ما نحطوها فوق النار، ونحطوها اعلى نار مهيله تتقلى شويه هكايا باش نضمنوا انها الملوخيه متاعنا تجينا حلوه وبنينه، وفي نفس الوقت ما تعمل لناش الجير والحرقه في المعده. هوني نقلوه بشوي بشوي. زاد الماعون اللي مش نطيبوا فيه الملوخيه متاعنا من المستحسن انه يكون ثقيل باش الملوخيه متاعنا ما تشدش، وبعدك تعطينا بالمراره. هوني تقريبا بعد 10 دقائق وهي الملوخيه متاعي تتقلى على نار مهيله تويكا باش نمرقها بالماء السخون. ما تخافوش، وكي تعمل لكم هذيك التكتلات عادي جدا. راهو الملوخيه وقت اللي نزيدوها الماء عادي باش تتكتل، نقعدوا نحركوا فيها بشوي بشوي اهو كاكل كتل هذيك الكلهم يتحلوا بشوي بشوي. شويه صبر نقعدوا نحركوا في الملوخيه متاعنا. هوني تقريبا مرقتها بزوز ايترات ماء، الماء يكون سخون يغلي. ردوا بالكم زاد على يديكم وقت اللي تحطوا الماء، ردوا بالكم من الفابير سخون لا تتحرقوا. نحركوها هكايا بشوي بشوي كيف ما قلت لكم، النار قليله. ونغطيوها. هوني بسم الله ما شاء الله تقريبا حطيتها نص ساعه على النار. شوفوها كيفاش بدات تغلي. نخليوها ونقصوا عليها النار كالعاده، نخليوها تطيب. نغطيو على ملوخيتنا ونتعداو نفوحوا الحيمات متاعنا. هوني اللحم عملتو هبرة متاع بقري، تنجموا تعملوا بقري بالعظم ما يقلقش. حطيت فلفل فلفل زينه سامحوني، شويه كركم، شويه فلفل اكحل، طيبلو كرويه، النعناع الشايح، الملح ما تكثروش خاطر الملوخيه بطبيعتها هي مالحه. النعناع الشايح، ومش نضيف عليها شويه هريسه عربي اللي عندي حاره ما كثرتش، وعندي راس ثوم مهرسته مع شويه فلفل اكحل. حتى هو زدته كما نعرفوا الكل البنه متاع الملوخيه في التفويحه متاع اللحم، والتفويحه متاع اللحم بنتها في الثوم والنعناع الشايح. نخلطهم كلهم مليح مليح باش الفحات او توابل تدخل كلها في اللحم. ما تنساوش شويه طماطم، كان مش تستعملوا الطماطم المعجونه ولا الطماطم المركزه على راس المغرفه. بالنسبه لي الطماطم اللي نستعملها المرحيه، هوكا حطيت مغرفه متاع ماكله ما هوش ياسر. نخلط اللحم مليح مليح ونغطيه بالبابي سولوفان وندخله الفريجيدير ويقعد يتشرب التوابل متاعو الكل. هوني تقريبا بعد ساعة ونص والملوخية قاعدة تطيب على النار سلة سلة. شوفوا بسم الله ما شاء الله كمية الماء نقصت وما تزيدوهاش خاطر احنا من الاول حطينا الكمية اللازمة متاع الماء. هوني بعد ما يعادل ساعتين ونص زاد والملوخية قاعدة تغلي تويكا باش نحطوا لها الحيمات. نبداو نسقطوا في اللحمة هذوكا متاعنا بشوي بشوي. نحطوا الحيمات في الطنجرة وما تنساونيش كالعاده لو كان عجبكم الفيديو ما تنساوش تخليوا لي لايك وكومنتير مزيان باش يشجعني ويحفزني. لو كانك ماكش مشتركه اختي في القناه مرحبا بك، الاشتراك مجاني. وما تنساوش تفعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل فيديو جديد. هوني هذاك الفاح اللي بقى في الصحفه ما نطيشوش ونحطوا قطيره ماء ونهبط الفاح اللي بقى الكل في الصحفه في الملوخيه متاعنا. نكملوا نغطيو عليها ونخليوها تطيب سله سله. بسم الله ما شاء الله. شوفوها هوني بريسك حضرت اللحم طيب زبده، الملوخيه قاره زيتها ما شاء الله. هوني حطيت لها قريم فلفل اخضر حلو. نخليها تقريبا 5 دقائق وبعدكش نطفي عليها. وهذه ملوخيتنا بسم الله ما شاء الله بعد ما حضرت نودكم وما نشاهيكم. المبتدئات تبعوا الطريقة ورحموني على والديا وبقدرة الله تجيكم ملوخية متاع العادة. وهذا الفيديو متاعنا كان لنهار اليوم، ان شاء الله تجربوه وتعجبكم وبالسلامة.